النهارده قررت اعيش يوم مثالي بنسبة 100%، يعني هعمل كل حاجة على اكمل وجه. هنبدأ بالدين، الصحة النفسية والتأمل والدراسة والصحة البدنية والجيم. يلا نبدأ. ازيك عامل ايه؟ وحشني. طبعا النهارده فيديو مثالي 100%، فاتمنى ان احنا نمشي على كده طول حياتنا، بس ده مستحيل. اول حاجه دلوقتي خلاص دخلنا غسلنا اسناننا واتوضينا وبتاع وغسلنا وشنا. خلاص دلوقتي بقى نعمل ايه؟ مستحمينا كمان والله، بس مش مهم، مش هنصور يعني ولا بنستحمى، عيب. دلوقتي هنصلي ونقول حاجه مهمه جدا، بعدين نخش بقى نعمل قهوه وبتاع ونظبط الكلام، بعدين نذاكر، بعدين نروح الجيم بالليل ولوج موت. بما ان دلوقتي حته الصلاه وان احنا بالروحانيات بمعنى اصح، وان احنا ناخد العلامه الكامله في الروحانيات ونقرا قران. ونقرا قد ايه بقى؟ ونقرا صفحه واحده. طبعا ده مش فكره ان انا مش عايز اقرا كتير، بس انا عجبني كلام حد الصراحه، قال لك انك تستمر في قراءه القران حتى لو صفحه واحده، بعد كده تبدا تتدبر الصفحه ديت وتبقى حاجه جميله يعني. فانا وانت دي حاجه مهمه، انا وانت كل يوم هنقرا صفحه واحده من القران لازم. واكتب لي في الكومنت قرات صفحه من القران، وهي سهله، فانا عايزك تعملها كل يوم. هتبقى حاجه في ميزان حسناتك جدا وميزان حسناتي جدا. بس يعني اعملها عشان خاطري. دلوقتي هنعمل قهوه عشان نمخمخ، عشان دماغي تصحى. يعني اول مره اصحى بدري كده على فكره. انا ما قلتلكمش ان انا صحيت بدري، ودي مصيبه عشان اصحى بدري عشان اليوم المثالي يبقى مثالي جدا. صحيت الساعه 7 أو 8 باين، فاديني قلت هنعمل قهوه عشان نفوق. الإضاءة بتاع الفترة دي فظيعة. بصوا كده احنا مش هنذاكر دلوقتي، يعني فضلنا لسه شوية كتير، فاحنا هنستجم. الاستجمام طبعا برضو مهم، فنشرب قهوة. وعايز اقول لك حاجة مهمة جدا جدا، بس مش دلوقتي، في آخر الفيديو. بقول لك ايه، تحب نلعب رياضة دلوقتي؟ بس كده هنروح الجيم بالليل. خلاص ماشي، بس انا شوف العضلة فايقة، فتحب نلعب دلوقتي كده شوية ضغط لحد ما نيجي بالليل تصبيرة يعني. طبعا على فكره انا اقدر اعد لحد 300 عادي، بس دي انا عملت فيديو اصلا، فاكر عملت فيديو 1000 عد الضغط، مش عارف جبتهم ولا لا، ابقى اشوفه بقى، بس هو قديم خالص يعني. بس دي يعني حركه استعراضيه كده، قلت اعملها انشط الفيديو شويه عشان تناموا مني ولا حاجه وتمشوا وتسيبوني. خلاص بجد بقى، انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا في اخر الفيديو بقى. ازيك عامل ايه؟ طبعا دلوقتي وقت المذاكره خلاص اهو. طبعا انا رحت كلت وقعدت مع الاهل شويه، فدلوقتي الساعه 12 تقريبا، انا كنت صحيت 8، فعملت حاجات كتير قوي. فيلا بينا بقى دلوقتي نذاكر، نقعد مثلا لحد الساعه 4 نذاكر. مش عارف نعملها ولا لا، بس يعني هنذاكر كتير جدا عشان عندنا، بصوا كل الحاجات دي هنذاكرها. عشان عايز اتحرك شويه، عشان انا متراكم كتير، يعني مراكم عليا مثلا حاجات كتير. فايه رايكم نعمل جدول دلوقتي مع بعض نذاكره؟ يلا دلوقتي ادي المذكره النوت بوك، فتعالى نعمل مع بعض بقى اوريكم الجدول بتاعنا العظيم. طبعا فيزياء، درس كيمياء، درس انجليزي، درس عربي. بس طبعا مش عارف ايه الجدول من ده. طبعا ده مستر الفيزياء، بصراحه مستر اقسم بالله جامد جدا جامد جدا جدا، بس انا مش فاهم يعني ايه ما تبقاش جهاز بصراحه، فاهم يعني هو باسمه ما تبقاش جهاز. قشطه انا هتفرج عليه. هو الحصه قد ايه؟ ماشي، حصه ساعه ونص، قشطه ماشي هنشوفه. لكن لو انت استقبلت ودخلت وقمت فاتح الحنفيه مره واحده، تيجي تبص تلاقي في طرطشه كتير كده بتحصل من الميه، ده هيكون السريان المحترم. يبقى انا عندي كام نوع من السريان؟ عندي حاجتين. طبعا انا بموت دلوقتي اقسم بالله، خدت فيديو ساعه ونص اهو السريان بتاع تانية ثانوي. فكده خلصنا الفيزياء، استنى نعملها صح. استنى احط 6 تسقيف بقى.
تسقيف جامد. عاش. ماشي، عندنا بقى المستر دوت بيتكلم كتير جدا، بس ان شاء الله نفهم منه حاجه. الصراحه مش عارف، فاول مره اشوفه يعني، فربنا يستر. ده اللي مش عارف ده كيمياء. بينا الكيمياء دورت الصراحه على المدرس. المستر بنزلش المراجعه لسه، طلع ينزلها بكره او بالليل مش عارف. فهنحط نص صح على النيه، يعني كده مثلا، كده عشان دي نيه. والعربي نعمل صح كامله ولا لسه؟ وانا لسه ما عملتوش بس هعمله حالا. خلاص لما اعمله نعمل صح سوا. يلا بينا عملنا نعمل صح على العربي اخيرا. اوبا بس كده. خلاص بقى نعمل صح الانجليزي انا ونروح بقى نشوف حاجه تانية عشان ما تزهقوش مني. طبعا دلوقتي خلاص انا كده رايح الجيم، فهنشوف دلوقتي التضخم العضلي، حجم العضله يعني قبل الجيم وبعد الجيم عامله ازاي، وفي نفس الوقت عشان هنروح وهحاول اصور هناك كذا لقطه يعني. بسم الله. طبعا انا في الطريق دلوقتي كده وهحاول اصور لك. طبعا في الجيم هحاول باقصى ما ممكن يعني، بس هو الموضوع بيبقى صعب شويه عشان انا لوحدي فاهم، وكمان بقى يعني معيش فلوس هشتري مثلا حاجه اصور بيها بتاع فاهم. طبعا ده الحمام اللذيذ بتاعنا، هلعب بالجينز طبعا. والله الجيم زحمه بس هحاول اصور. هلعب بالجينز عشان ايه؟ عشان ما لقيتش شورت يعني، او قلت مش هطلع بشورت يعني. عاش جدا يا جدعان، الشغل عالي خالص. انا كده لعبت جهازين، صورت جهاز واحد بس لعبت جهازين، واصور ان شاء الله الجهاز ده برضه. طبعا كل لعبة بلعبها 3 في 10 يعني 3 مرات 3 عشرات. Yes, it's me. ليتس جو بينا. خلصنا خلاص الجيم، هنروح بقى عشان نقيم اليوم كامل. يوم مثالي بصراحه شايفه توب التوب، والجيم معانا مش قادر ساعه. لما نرجع هناك هوريكم بقى الفرق الضخامه العضليه قبل وبعد، زي ما قلنا قبل صورنا بعد هنصور تاني بقى. بتمشى وانا مروح كمان يعني، مش عارف عندي طاقه رهيبه والله. يمكن عشان صحيت بدري برضه، الصحيان بدري اقسم بالله بيفرق جامد. على فكره انا ممكن اصحى بدري كل يوم فعلا خلاص يعني، حاسس بطاقه فظيعه. طبعا مش شايفيني بس اسمعوني يعني عادي. طبعا دلوقتي كده هوريكم بعد الجيم زي ما قلت لكم، عشان قلت لكم هيحصل بامب جامد اعتقد، فهنشوف سوا. لحظه بنتغرب يلا. حصل بالذات في البيت عشان